بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حكاية جديدة بقلم الكاتبة جنات بدر. في بيت غالي جدا جدا جدا، وفرش فخم قوي، وواضح كده عليه الغنى الفاحش. راجل بيمد ايده على مراته وبيقول: انت ست رخيصة مالكيش كرامة، انت هنا خدامة ليا، انت فاهمة ولا لا؟ ده اخرك عندي. انت ناسية ان امك رمتك ليا زمان، ومهما تعملي يا نور هتفضلي تحت جزمتي العمر كله. حرام عليك يا حسن، بتعمل فيا كده ليه؟ ده انا ام بناتك. ربنا ينتقم منك وربنا ينتقم منها هي كمان اللي مقوية قلبك عليا. اخرس يا زبالة، اياكي تتكلمي عن ستك كده. خلاص بقى يا حسن، ما تزعلش يا حبيب قلبي ولا تعكر دمك. دي انت زي ما قلت كده، هي تحت جزمتك، وحتة خدامة لا راحت ولا جت، لا ليها كرامة ولا ليها حد يقف معاها ولا يدور عليها. يلا يا حبيبي لما نطلع فوق وسيبك منها. هي راجل اتكسف على دمك، جايب ستات البيت، لا هي مراتك ولا تقرب لك، عايش في الحرام ومعيشنا احنا كمان في الحرام. ربنا يسامحك يا حسن، ربنا يسامحك. حسن اتعصب جدا منها وقربت عليها كنزي وأسيل بناتها وهما بيقولوا: خلاص يا بابا، أرجوك أرجوك بقى ما تعملش حاجة في ماما، ماما تعبانة قوي، هو حضرتك كل يوم تعمل كده؟ امشي يا بت من وشي. طبعا، ما انت تربية ايديها، هتطلعي ايه غير كده؟ ما هي التربية الخايبة بتبان من اولها. خلاص بقى يا سونا، قلت لك ما تعكرش دمك، انا محتاجة لك معايا يا قلبي. يلا نطلع الشقة اللي فوق وسيب الكلبة دي مرمية هنا. والله العظيم ما حد كلبة غيرك انت اللي جاية تباتي مع راجل لا انت مراته ولا تربطك بأي صلة. انت اللي ست رخيصة وقليلة الأدب، وانت اللي بتخليه يعمل فيا أنا وبناتي كده. حسن اتعصب جدا من رد مراته على ليلي اللي واقفة وحاطة ايدها على وسطها، وشكلها ما يعلم بيه الا ربنا. وللأسف حسن مد ايده على مراته وسابها بتنزف وخد ليلي وطلع فوق. ماما، فوق يا ماما، الحقي يا كنزي، الحقي يا كنزي، ماما راحت عند ربنا. صح؟ لا يا أسيل يا حبيبتي، ما تخافيش، دي ماما نايمة بس شوية تعبانة. قومي يا ماما، قومي يا ماما عشان خاطري. البنتين قعدوا يفوقوا في أمهم، لكن للأسف نور ما بتردش عليهم. أما حسن أخد ليلي وطلع الشقة اللي فوق، قفلت عليه الباب وقالت: خلاص يا سونا يا حبيبي، اديك ضربتها زي كل يوم، سيبك منها، ما انا قلت لك طلقها وخلينا نستريح. والله نفسي يا ليلي، نفسي اطلقها واخلص منها، بس زي ما قلت لك امها قريبتي وهي اللي بلياني بيها. البت ملهاش مزاج في اي حاجه، اقول لها نجيب صحابنا تقول لي اصل انتوا بتشربوا حاجات محرمه. تخيلي انها بتصلي الفرد في فرده. بتصلي؟ طب والله ضحكتني. بقول لك ايه يا سونا، سيبك بقى من كل حاجة في الدنيا وركز معايا، عشان الليلة هنسهر حتة سهرة تحكي بقى على العمر كله. اما تحت البنات كانوا لسه بعيطوا وبحاولوا يفوقوا نور، ما كانتش بتفوق. كنزي قالت لأسيل: ايوه ايوه يا كنزي، اجري بسرعة يا حبيبتي شوفي حد ينقذ ماما، انا حاسة ان هيجرالي حاجة وخايفة اطلع خبط على بابا يعمل فيا حاجة ولا يمد ايده عليا تاني. بقولك ايه يا اسيل، انا كبيرة وعندي 10 سنين، انما انت صغيرة وعندك 6 سنين، خليكي انت قاعدة هنا وانا هنزل الشارع بسرعة اشوف اي حد معدي ممكن يجي ينقذ ماما، لان انا حاسة كده ان ماما هتطلع عند ربنا. نزلت كنزي بنت ال10 سنين تبص يمين وشمال لحد لما لقت شاب، نادت عليه وقالت: يا عمو يا عمو، ممكن تيجي لو سمحت تلحق ماما، اصلها تعبانه قوي فوق ومحدش معايا انا واختي صغيره عندها 6 سنين. طب يا حبيبتي بطلي عياط وانا هطلع معاكي، فين شقتكم؟ هنا يا عمو، هنا في البيت ده في الدور الاول. وجري الشاب احمد مع كنزي بنت ال10 سنين علشان يشوف نور واقعه وغرقانه في دمها. ايه ده؟ انا هطلب الاسعاف حالا يا حبيبتي، هو مين عمل في ماما كده؟ وفين بابا؟ اصل يا عمو، اصل يعني بابا
في ايه يا حبيبتي؟ ما تتكلمي بسرعة. هو اللي اقولك بلاش تتكلمي خالص، هنتصل بس بالاسعاف نطمن على ماما وبعدين نشوف مين عمل فيها كده. وبالفعل احمد اتصل بالاسعاف وراح معاهم، ومجرد وصولها المستشفى دخلت العمليات. قعد احمد مع كنزي واسيل وهو بيسألهم وبيقول: قولوا لي يا بنات، مين اللي عمل كده في ماما وفين باباكو؟ بصراحة كده يا عمو، أنا هقول لحضرتك، هو بابا اللي عمل في ماما كده، علشان ماما كانت زعلانة إن بابا جايب واحدة وحشة قوي معاه وبياخدها ويطلعوا الشقة بتاعتنا اللي فوق. ولما ماما قالت له كده ما ينفعش، بابا مد إيده عليها وعمل كده. أصلا بابا كل يوم والتاني يعمل نفس الحركات دي، وإحنا لما بنتكلم بيزعل مننا ويشتمنا وممكن يعمل فينا زي ماما كمان. يا حبيبتي لا إله إلا الله، ده إيه الجهل والتخلف ده؟ هو في حد لسه بيمد إيده على مراته؟ طب يا حبيبتي ممكن نتصل بمين دلوقتي؟ خلاص يا عمو، شكرا، تقدر حضرتك تروح شغلك وأنا هقعد أنا وأختي لحد لما ماما تفوق، وممكن كمان نتصل على جده. يعني انت عايزاني امشي ليه؟ شايلاني فوق راسك ولا ايه؟ وبعدين هو انت كبيره يعني كفايه عشان تقعدي انت واختك؟ انا هقعد معاكم، ولو انت تعرفي رقم جده ممكن تقولي لي عليه وانا اتصل بيه وبرضه قاعد معاكم. شكرا يا عمو، انا حافظه رقم جده، ماما محفظاني 3 ارقام: رقم بابا ورقم ماما ورقم جده ايوب ابو ماما، وممكن اتصل بيه وهو يجي وحضرتك تروح شغلك. يا سلام عليك يا كنزي، انت برضو عايزاني امشي؟ يا ست انا مش همشي. طب اقولك ناخد رأي اسيل، ايه رأيك يا اسيل، امشي ولا اقعد معاكو؟ لا يا عمو، حضرتك لطيف خالص، ممكن تقعد معانا. اقولك ممكن تبقى انت بابا. لا يا حبيبتي مش ممكن، المهم بقى ان انا هقعد معاكي علشان نلعب سوا كده وتبطلي عياط وتحكي لي بتاخدي ايه في المدرسة. مش انت برضو في المدرسة؟ ايوه يا عمو، انا في سنة اولى، بس انا شاطرة قوي. خلاص يا ستي، انا بقى هديكي مسألة تحليها ونشوف انت شاطرة ولا لا، بس الاول نتصل على جده بابا ماما علشان يجي ونطمن عليها. أحمد أخد الرقم من كنزي واتصل براجل اسمه الحاج أيوب. السلام عليكم، حضرتك الحاج أيوب والد مدام نور؟ أيوة يا ابني، خير في إيه؟ أنت مين وبنتي فيها إيه؟ الحمد لله يا حاج، مدام نور كويسة بس هي تعبانة شوية وأنا جبتها المستشفى، وكنزي وأسيل معايا كمان. بس يا ريت حضرتك يعني ما تتصلش بجوزها، لأن للأسف هو اللي مد إيده عليها وهي تعبانة في المستشفى. طب يا ابني ممكن تقولي بس على عنوان المستشفى وأنا جايلك على طول؟ حاضر يا عمي، اكتب عندك. وبعد شوية حضر الحاج أيوب ومعاه مدام رحاب اللي هي تبقى مراته واللي هي برضو تبقى أم نور. السلام عليكم يا ابني، أنا الحاج أيوب والد نور، هي فين يا ابني؟ طمني عليها. أهلا يا حاج، هو بصراحة الدكتور معاها في العمليات ولسه ما خرجوش. عمليات؟ عمليات ليه إن شاء الله؟ طبعا تلاقيها طولت لسانها ولا تلاقيها بتتبلى على جوزها. هو حسن اللي زي النسمة ينفع يأذي حد ولا يأذي نملة حتى؟ أحمد بص للست من فوق لتحت وقال: وتبقي مين حضرتك بقى؟ أنا يا أخويا أمها، أم مقصوفة الرقبة اللي جوه، اللي دايما تطول لسانها على جوزها، اللي ما هياش حاسة بقيمة جوزها وقيمة البيت والعز والهنا اللي هي عايشة فيه، وكل شوية على لسانها طلقني طلقني. ما هي غبية، الست الذكية هي اللي تحوط على جوزها وتفهم جوزها عايز ايه وتعمله له، انما نقول ايه؟ بنتي غبية وانا عارفة ده كويس. للأسف يا هانم اللي حضرتك بتقوليه غلط، انت ما تعرفيش بنتك حصل لها ايه. ده الحيوان اللي انت مجوزها له ضربها، وللأسف كمان احنا ما نعرفش حصل لها ايه. الممرضات عمالين يجروا يدخلوا ويطلعوا من أوضة العمليات، وشكل كده الموضوع كبير. المفروض ان مهما كانت بنتك حتى لو غلطت انت تقفي في صفها، ما هو طبعا هو ده اللي بيخلي الراجل يدوس على كرامة مراته.
إن بيلاقي أهلها مستبيعين ومسلمينها ليه يعمل فيها ما بداله. الله الله، جرى ايه يا جدع انت مين يا اخويا؟ هي المحروسه جابتك محامي عنها ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جدع ورينا يا اخويا عرض كتافك. اسكتي خالص يا رحاب، انت ايه يا شيخه؟ ما صدقتي بلعه واتفتحت. احنا متاسفين قوي يا ابني، انا مقدر جدا اللي انت عملته وكتر الف خيرك. يا حاجه ايوب، انا بتكلم مع المدام انها تكون في ظهر بنتها، هي اصلا لسه ما تعرفش بنتها حصل لها ايه. اتفضل اسال البنات الصغيرين ابوهم عمل ايه في امهم وانت هتصدق. خلاص يا ابني حقك عليا انا. ولسه بيكملوا كلامهم خرج الدكتور وقال: للأسف يا جماعة مدام نور كانت حامل، وللأسف الجنين راح. المدام تعبانة قوي، لكن طبعا على جسمها آثار كتير جدا، وأنا هضطر أبلغ الشرطة وأعمل محضر. المدام لازم تاخد حقها، ولو ما كنتش أهلها هيجيبوا لها حقها أنا لازم أبلغ، ولازم المستشفى يعمل محضر دلوقتي حالا. استنى يا دكتور، حيلك يا اخويا، دي واحدة ست وجوزها ويا ما بيحصل في البيوت، انت هتخرب عليها ولا ايه؟ اياك تعمل محضر ولا تعمل اي حاجة، انا امها وبقول لك اهو اوعى تخرب على بنتي. انا ممكن اخدها دلوقتي حالا على مسؤوليتي الخاصة واطلع برا المستشفى. للأسف يا هانم ما ينفعش نطلع المدام دلوقتي، هي لسه تعبانة وتحت تأثير المخدر. ويا ستي مادام انتي امها يبقى مفروض تقفي في ظهرها، وانتي بنفسك اللي تبلغي البوليس عن الحيوان اللي عمل فيها كده. عن اذنكم. ربنا ينتقم منك يا رحاب، فضلت تقولي قريبي ومتريش ومن عيلة علاوي لحد لما جوزتيه البيت، مع انها اتخطبت له سنة وكانت رفضاه. فضلت تقولك مش عايزاه، ده مغرور وقليل الادب، ده بتاع ستات وعينه زيغة، وانتي تقولي لا ده قريبي ومتريش وهيعيشها في عز. هو انت فاكرة الدنيا كلها فلوس واكل وشرب ولا شقة طول بعرض؟ بنتك متهانة وممسوح بكرامتها الارض، والاخر بنتك كانت حامل والجنين راح بسبب الحيوان اللي اسمه حسن. ربنا ينتقم منك ومنه يا رحاب. يوه في ايه يا ايوب؟ انت هتسيب المشكلة يا راجل وتلبسها لي ولا ايه؟ وماله يا اخويا لما غصبت على بنتي تتجوز قريبي راجل غني ومقرش وبيلعب بالفلوس لعب؟ هي بنتك هتلاقي العز اللي هو معيشها فيه؟ ده انت يا اخويا معيشنا في شقة 30 متر بالعافية، انما بنتك عايشة في شقة دورين 3 ويرمح فيها الخيل. بنتك يا اخويا عيالها في مدارس وحضانات خاصة، بنتك يا اخويا لابسة دهب قد كده، ودلوقتي خلاص بقيت انا الكوخة. وبعدين لعلمك بقى حسن زي النسمة، راجل بيحب المزاج وحب الست الدلوعة اللي تدلعه، انما بنتك بومة زي عمتها يا سي ايوب. اخرسي خالص ما تفتحيش بقك، ويلا بينا ندخل نطمن على البنت. طيب يا جماعة ألف سلامة يا أستاذ أيوب على مدام نور، أنا هستأذن دلوقتي. كتر ألف خيرك يا ابني، أنا معرفتش حضرتك اسمك إيه؟ اسمي أحمد يا عمي، متشكر قوي على حسن ضيافتك حضرتك ليا. يلا يا كنزي انتي وأسيل، أنا هجيلكوا تاني بإذن الله وأجيب لك يا أسيل اللعبة اللي قلتيلي عليها. طب ممكن أقول لك يا أحمد كده حاف، ولا تحب أقول لك يا عمو؟ لا يا أسيل، قولي اللي انت عايزاه. خلاص عشان أنا بنت مؤدبة مش هينفع أقول لك يا أحمد كده حاف، ولا ينفع أقول لك يا عمو أحمد عشان انت بقى صاحبي وصديقي. ايه رأيك هقول لك يا صديقي اللطيف؟ حلوة؟ حلوة يا أسيل، ادخلي اطمني على ماما وأنا هجيلك تاني بإذن الله. السلام عليكم. مشي أحمد وهو بفكر في حال الست المتهانة اللي كانت بين الحياة والموت، وحال بناتها اللي في يوم وليلة بيشوفوا أبوهم بهين أمهم وخرجها عن شعورها، بيشوفوا أمهم وهي مذلولة. يا ترى البنات دول هيبقى آخرتهم إيه؟ وفي أوضة نور دخل أيوب ودخلت أمها وقعدوا جنبها، وهي دوبك لسه بتفوق بتبص لنفسها بتلاقي نفسها نايمة في مستشفى، وأيوب بطبطب عليها وبقول: الحمد لله على السلامة يا بنتي، ربنا يعوض عليكي خير. هو صحيح الجنين راح بس المهم صحتك، وبإذن الله تقومي كده وتعوضيه. لا يا بابا، لا يا بابا، مش عايزة أعوض حاجة، أنا عايزة أتطلق من حسن.
هي دي الخيبة عليكي. جينا بقى للاسطوانة المشروخة، عايزة اتطلق من حسن، عايزة اتطلق من حسن. هو انت يا اختي مش في بقك الا الكلمة دي ولا ايه؟ يا بنتي فوقي لنفسك بقى. هو حسن ده كان عملك ايه يعني؟ راجل يحب المزاج والفرفشة، انت اللي كئيبة زي عماتك. يا بنت حرام عليكي، تلاقيك انت اللي عصبتيه ونرفزتيه وطلعت الراجل عن شعوره. تلاقيك انت اللي طولت لسانك، ما انا عارفة لسانك اطول من كف رجلك. يا ماما حرام عليكي، حرام عليكي. هو انت مش امي ولا ايه؟ انت اي نوع من الامهات؟ فضلت تزن عليا عشان اتجوزه، ومن اول يوم وانا بقولك لسانه طويل وايده طويله، وانت ولا يهمك. اهم حاجه عندك ان انا عايشه في عماره لوحدي ولابسه دهب ومعايا فلوس. طز يا امي في كل حاجه، طز في كل حاجه. انا عايزه راجل يحترمني زي ما ابويا كان بيحترمك. عايزه راجل ما يدخلش عليا الحرام وعلى بناتي. هي دي الخيبة عليكي. حرام ايه يا بنتي يا هبلة انت يا مجنونة؟ ما هو انت لو مالية عين جوزك ما هيبصش بره، انما انت بقى اللي خايبة وما انتش عارفة تظبطي امورك. اسكتي يا رحاب، اسكتي وخلينا نفهم ايه اللي حصل من البنت. احكي يا حبيبتي، قولي لي ايه اللي حصل. هتحكي ايه يا ايوب؟ انت برضه هتسمع كدبها؟ طب ايه رأيك بقى ان انا هتصل بجوزها دلوقتي حالا؟ اكيد طبعا دلوقتي بدور عليها، واكيد فاكر انها عندي. والست المحترمة قبل ما تطلع من اي مكان لو حتى روحها متشعلقة بين السما والارض تستأذن من جوزها. انما بنتك قليلة الادب، مش قلتلك طالعة لعماتها؟ يا ماما حرام عليكي بقى، حرام عليكي، كفايه تدافعي عنه. اقول لك يا ست ماما، اتصلي على جوزي اللي انت بتقولي عليه محترم وزي النسمه وما يأذيش نمله. اتصلي عليه شوفيه فين دلوقتي، هتلاقيه في حضن واحده تانية. ويا ريته متجوزها كنا نقول وماله، ده حقه وحلاله. للاسف هتلاقيه في حضن واحده في الحرام يا امي، كل يوم مع واحده شكل. هو واللي معلقه معاه اليومين دول الست ليلي اللي بتسخنوا عليا، اللي بتبصلي كأني عدوتها وفي بيني وبينها طار ولازم تخلصوا مني. طب تصدقي بقى يا نور، انا هكسفك وهتصل بيه، ده زمانه يا حبة عين امه متشحتف عليكي. الست رحاب طلعت تليفونها واتصلت بحسن. الو، ازيك يا حسن يا حبيب قلبي؟ اهلا يا طنط، ازاي حضرتك؟ هي نور عندك؟ يرضيك يا طنط اللي نور بتعمله ده؟ معلش يا ابني والله ما يرضيني، بس بقولك ايه، سيبك من الكلام ده كله. هي نور مش عندي، حاكم نور تعبانة ودخلت المستشفى، وكانت حامل طبعا يا حبيبي انت عارف، والجنين راح. معلش يا حبيبي ربنا يعوض عليكم. انا عارفة ان بنت لسانها طويل، وانت اكيد يا حبيبي هتيجي تراضي مراتك وتاخدها، صح يا حسن؟ طبعا يا طنط، ايه اللي بتقوليه ده؟ انا ثواني هكون عندكم. حسن قفل السكة ولقى ليلي حط رجل على رجل وبتبصله وبتقول: معقول يا حسن هتنزل يا حبيبي وتسيبني؟ ده خلاص الفجر قرب جدا. معلش يا حبيبتي، الولية مقصوفة الرقبة في المستشفى، وقال ايه سقطت، وامها يا ستي كلمتني، وانا لازم طبعا اروح واعمل نفسي متشحتف عليها عشان لما تطلب الطلاق اطلقها وارميها زي الكلبة. والله ما انا عارفة انت مالك مجمد فيها كده يا حبيبتي؟ قلتلك كاتب على نفسي مؤخر كبير قوي، وامها قرفاني في حياتي. امها بقى قريبتي وطبعا هتفضحني في العيلة، انما انا بقى منظري وسمعتي قدام الناس اهم حاجة عشان شغلي يفضل ماشي. بقولك ايه، هروح ابص عليها في المستشفى واجيلك على طول، اوعي تتحركي من مكانك. لا يا حسن مش هتخرج، ولو مشيت انا كمان هنزل امشي. بقى معقولة في حد يبقى معاه ليلي وينزل يدور على واحدة تانية؟ تصدقي عندك حق. طب والله ما انا رايح، والصباح رباح. حسن غير هدومه تاني وطفى النور ونام، وساب مراته مرمية في المستشفى. وعدت الليلة وأيوب قاعد جنب بنته وحاضن بناتها كنزي وأسيل، والست رحاب حاطة رجل على رجل وكل شوية ترن على حسن اللي قفل موبايله ونام وسابها. عدت الليلة كل واحد في حاله، وتاني يوم تقريبا كده على العصر أخيرا تليفون حسن اتفتح وخبط على باب الأوضة ودخل وقال: نور يا حبيبتي، ألف سلام عليكي. معقولة كده برضو يا نور تعملي كده وتقلقيني عليكي؟
طب ولا ليكي اللي عليا حلفان؟ انا طول الليل الف في الشوارع ادور عليكي، وقلبي واكلني قوي عليكي. عاجبك كده يا طنط رحاب اللي بنتك بتعمله؟ معلش يا حسن يا حبيبي، وبعدين انت تليفونك مقفول ليه؟ من ساعة ما كلمتك امبارح وانا عمالة اتصل وتليفونك مقفول. اما معلش يا طنط، اصل انا وانا نازل جاي لكم امبارح كلموني في الشغل والمصايب نازله ترف عليا. سبحان الله، اول ما نور بتزعل مني الخساره بتنزل ترف على دماغي. لا يا حبيبي ابدا، ولا خساره ولا حاجه، ونور مش زعلانه منك ولا حاجه، دي هي اللي محوقالك، وتقف بس كده وتصلب حيلها وهتعتذر لك وتبوس على راسك، وكل اللي انت عايزه تعملهولك. هي الست مننا ليها ايه غير بيت جوزها، وخصوصا لو كان راجل عسل زيك كده. ربنا يخليك يا طنط رحاب. لا ما عارفه اقولك ايه. خلاص بقى يا نور، يلا يا حبيبتي صافيه لبن وترجعي معايا البيت. لا يا حسن، مش هرجع معاك، ولعلمك بقى الدكتور قال لي ان انا لازم اعمل محضر بالتعدي عليا، وهسجنك يا حسن. قدامك حل من الاتنين، يا اما تطلقني وكل واحد يروح لحال سبيله، وهاخد بناتي واربيهم، هشتغل واتعب عليهم لحد لما يبقوا احسن مني ومنك، يا اما بقى تطلقني بالذوق، يا اما اعمل فيك محضر ودلوقتي حالا. والمحضر اللي انا هعمله ده اعمل حسابك ما هياخدش يوم بحاله في المحكمة، وهسجنك يا حسن. فاهم ولا لأ؟ كده والله عال. سامعة يا طنط رحاب بنتك بتقول ايه؟ عايزة انا اطلقها، ما بقاش على لسانها غير الكلمة دي. شكل بنتك كده شايفة الحشوفة. الحاج ايوب كان ماسك نفسه بالعافية، عايز يقوم يرن قلمين، لكن الست رحاب ما كانتش مدياله فرصة، ووقفت وطبطبت على حسن وقالت: معلش يا ابني، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده بس؟ هي نور عمرها حبت ولا عرفت غيرك؟ دي بتموت في التراب اللي انت بتمشي عليه. يكشي بس هو الشيطان اللي بيدخل ما بينكو. وانت يا بنت يا نور اهدي كده وصلي على النبي، وبطلي بقى سيرة الطلاق اللي كل شوية تقولها على لسانك دي. يا بنتي عيب عليكي، بلاش تخربي بيتك. لا يا ماما، ولو سمحتي بقى سيبك انت من الموضوع ده، عشان الموضوع ده انا لازم احله. انا تعبت يا حسن، هنت كرامتي ولغيت شخصيتي وحطمتني نفسيا، ودلوقتي ايه عايز تحطم بناتي؟ لا يا حسن، عايزه اتطلق منك، ولو ما طلقتنيش دلوقتي حالا وانت واقف هنادي على الدكتور واخليه يمشي في اجراءات المحضر. ووريني بقى يا رجل الاعمال يا محترم، لما تدخل السجن هتعمل ايه؟ ولسه نور بتكمل كلامها، خبط الباب ودخل أحمد وشايل بوكي ورد. صباح الخير، أنا كنت خارج من الشغل بدري فقلت أجي أطمن على حضرتك، وبالمرة كمان أجيب اللعبة اللي أسيل طلبتها مني. الله الله الله، ومين بقى الشاب الحليوة ده؟ هو ده بقى روميو الجديد؟ هو ده حبيب القلب اللي انت عايزة تطلقي مني علشانه؟ اخرس خالص يا قليل الادب انت، الراجل ده راجل محترم انا اول مره اشوفه. لا والله صدقتك انا. اتفضلي يا طنط رحاب، مش قلتلك بنتك شايفه لها شوفه؟ اهو ربنا كشفها وفضحها قدامي، ولو طلقتها هفضحها في العيله كلها، ومش هديها مليم احمر واحد. لحد هنا وقام الحاج ايوب ورزعوا قلم على وشه، قلم مخبرين بصحيح. تصدق بالله ان انت راجل قليل الادب، وانا سكت لك من الصبح. الراجل ده يا استاذ هو اللي لحق مراتك وهي بتنزف، وجابها لحد هنا بعربيته وفضل معاها لحد لما انا جيت. الراجل ده هو اللي قعد مع بناتك وهم خايفين ومرعوبين منك. ولعلمك بقى بنتي عندها حق وانت اللي كذاب. انا قعدت مع البنات الصغيرين وعرفت منهم كل اللي حصل. تحب انا بقى اللي ابلغ عنك واشوف الست اللي نايمه في سريرك في الحرام؟ هتطلق بنتي يا حسن، وان ما طلقتهاش بالذوق هتطلقها بالعافيه، وانا اللي هقف في ظهرها، ولو راحت اخر الدنيا هروح معاها. يا ايوب اهدى بقى، حرام عليك، انت اتجننت ولا ايه؟ عايز تخرب بيت بنتك؟ وانت يا اخينا ورينا عرض كتافك بقى. انا اسف جدا يا جماعه، الحمد لله على السلامه يا مدام نور. انا اسف يا حاج ايوب. احمد حط الورد وبص لنور والبنات وساب الهديه كمان اللي كان جايبها للبنات، ومشي وهو في دماغه الف سؤال وسؤال من منظر العيله والبيت اللي بيتدمر قدام عينيه، وهو مظلوم وملوش يد في اي حاجه. اما حسن وقف وحط ايده في وسطه وقال:
عايزاني اطلقك يا ست هانم؟ حبيب القلب جايب لك ورد. امال ايه؟ هو جايب لك ورد، انما انا عيشتك عيشه ما كنتش تحلمي بيها. طبعا يا حبيبي والله عندك حق، وياما قلت لها يا حسن. معلش يا حبيبي، اقعد كده واستهدى بالله، دي مراتك بتحبك يا حسن. خلاص يا طنط رحاب، بنتك لو عايزه تطلق انا هطلقها. طلقني يا حسن، طلقني عشان دقيقه واحده كمان، وهتصل على الدكتور يجي يعمل المحضر. ولا محضر ولا حاجه يا ست نور، انت ما تلزمنيش اصلا، واعملي في حسابك هطلقك دلوقتي ومالكيش حاجه عندي، والبنات هبعت لهم مصروفهم. العز اللي كنت عايشه فيه زمان خساره فيكي، واعملي في حسابك ان انت اللي هتجيني ركعه وزحفه على ركبك عشان ارجعك تاني. انت طالق يا نور، طالق بالتلاتة كمان. يا لهوي يا لهوي، ربنا ينتقم منك يا أيوب. انت اللي قويت قلب البيت، انت اللي خربت بيتها. انت فاهم يا راجل انت عملت ايه؟ بنتك بقت متطلقة ومعاها عيلين كمان، مين هياخدها؟ مين هيرضى بيها؟ حسن سابهم ومشي. اما أيوب قرب من رحاب وقال: اخرسي خالص يا وليه انتي، ونقطينا بسكاتك. اللي ريح بنتي انا هعمله. بنتي داست على كرامتها كتير وعانت منه من يوم الصباحيه وهي بتشتكي لك، انما انتي طبعا عشان طماعه وتحبي قوي الفشخره والمنظره قدام الناس سكتي بنتك وعايشتيها معاه بالغصب. ودلوقتي خدنا ايه غير مذله وذل بنتي وتعبها الجسدي والنفسي؟ بنتي اتطلقت وانا معاها طول ما انا عايش على وش الدنيا، محدش هيهينها ابدا كده. طب اسمعي بقى يا ست نور انت وابوكي، ما دمتي يا اختي اتطلقتي يبقى انا بقى مش عايزه البنتين. البنتين دول ابوهم ياخدهم عشان يعيشوا يا حبيبتي في العز والمستوى اللي ابوهم معيشهم فيه، وانا مش حمل ان اربي بنتين مش بناتي. وبعدين انت ناسيه ان انت عندك يا دوبك 30 سنه، يعني 100 من يتجوزك، انما لو معاكي البنتين محدش يا اختي متجوزك. البنتين دول يترموا لابوهم. لا يا ماما، بناتي محدش هياخدهم مني ومحدش هيربيهم غيري. انا بقولك ابوهم مقعد واحده فوق في الحرام، تقولي لي ياخدهم يربيهم؟ لا طبعا، ومش عايزه منك حاجه. انا هشتغل وهصرف على بناتي، هشتغل ليل نهار، مش عايزه منك حاجه ومش عايزه من اي حد اي حاجه. وبره في طرقه المستشفى محدش كان حاسس بأسيل اللي طلعت اتسحبت وجريت ورا احمد ونادت عليه وقالت: يا صديقي يا صديقي اللطيف، تعالى تعالى، انت مستعجل كده ليه؟ هو انت بتتقمص وتمشي على طول برضو؟ ايه ده يا أسيل؟ ايه اللي طلعك من الأوضة وجاي تجري ورايا؟ معلش، ما تزعلش من بابا ومن ماما ولا تزعل من اي حد، هما كده دايما يتخانقوا مع بعض، وانا مش فاهمة بابا بيعمل كده ليه، بس شكل كده الموضوع حك على الاخر، وشكلنا كمان مش هنرجع البيت تاني. طب انتي بقى جاية ورايا ليه وعايزة ايه؟ عايزة اقولك مادام بابا مشي ينفع انت تبقى بابا؟ لا يا حبيبتي، ما ينفعش، وعيب تقولي الكلام ده. اخصى عليك بقى انت كمان يا صديقي اللطيف، عايز تسيبني وتمشي؟ حبيبة قلبي قولي لي بس المدرسة بتاعتك فين، وانا هجيلك كل يوم قدام المدرسة اسلم عليكي قبل ما تركبي الباص، وكل يوم هجيب لك شوكولاتة وهدية كمان. بجد؟ خلاص اكتب عندك بقى عنوان مدرستي. مرت على الأحداث دي 5 شهور. نور تعافت وخرجت من المستشفى وراحت على بيت أبوها، ونزلت كمان تشتغل في شركة صغيرة كده. صحيح كانت بتشتغل وبتتعب، لكن المرتب ما كانش قد كده. وفي يوم وهي راجعة من الشغل سمعت حد بينادي عليها: يا مدام نور، يا مدام نور. أيوة يا فندم، حضرتك بتنادي عليا؟ مين حضرتك وعايز ايه؟ أنا أحمد اللي كنت مع حضرتك في المستشفى من 5 شهور. أهلا يا أستاذ أحمد، متشكرة قوي على كل اللي عملته معايا، ولعلمك أسيل وكنزي بيقولوا لي إن حضرتك بتستناهم قدام باب المدرسة وتدوهم شوكولاتة. أظن يعني ده كتير قوي، كتر ألف خيرك. لا أبدا، أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك شوية. أوكي اتفضل اتكلم، يا ريت تتكلم بسرعة عشان انت عارف ظروفي، ومن المفروض يعني محدش يشوفني واقفة مع راجل غريب ويتكلم عليا. طب ممكن بعد إذنك تديني رقم تليفونك بس نتكلم مع بعض؟ لا، لا تتكلم دلوقتي يا تتفضل تمشي.
أنا آسف يا مدام نور والله، بلاش بس تزقي في الكلام ده. أنا هتكلم على طول. أنا أنا كنت عايزة أقولك لا، أنت لسه هتهته. بقولك إيه، أنا مش ناقصة كلام الناس، الله لا يسيئك، ومتشكرة قوي على اللي عملته معايا. وبعد إذنك ما عدتش تروح لبنات المدرسة، أنت فاهم ولا لأ؟ سلام عليكم. مشيت نور وسابته واقف في الشارع بيكلم نفسه، لكن هو ما كانش عارف إيه اللي شده ليها. أول ما وصلت البيت كانت تعبانة جدا، لكن كلام أمها زود تعبها. حمدا لله على السلامة يا ست هانم، السفيرة عزيزة، الست الموظفة جت. الست الموظفة راحت. بقولك ايه يا حبيبتي، الملاليم اللي انت بتقبضيها دي ما بتعملش حاجة، ومسحوق الغسيل خلص. طبعا ما انت كل يوم مشغلة الغسالة مرتين تلاتة عشان خاطر بناتك. قلتلك العيال دي تترمي لابوهم، صح ولا مش صح؟ حرام عليك يا ماما، كفاية ان انا بشتغل وتعبانة، ما تبقيش انتي والزمن عليا. بقولك ايه يا بنت انتي طول عمرك قادرة زي عماتك يا حبيبتي، ولسانك متلفعة بيه زي عماتك برضو. انما من دلوقتي هتسمعي كلامي عشان نعيش مع بعض. اول عريس هيدق بابك هتتجوزيه. انا يا اختي مش ناقصة حد اصرف عليه واشيل همه، ولا ناقصة الناس تتكلم عليا وتقول ان انا معرفتش اربي وبنتي خابت واتطلقت. نور سابت أمها تتكلم ودخلت على أوضتها. كانت هي بتنام في أوضة لوحدها، والبنات بيناموا وذاكروا في أوضة لوحدهم. وفجأة بيتفتح باب الأوضة وبيدخل أبوها وبيقول: معلش يا نور يا بنتي، ما تزعليش من كلام أمك. أمك مش جديدة علينا، هي كده وأنا مستحملها بقالي 35 سنة، وبقول ربنا يخلصنا وواحد فينا يفارق. بس هنعمل إيه يا بنتي، أهي ذنوب وبنقضيها. بقولك إيه، امسكي الفلوس دي خليها معاكي، وانتي نازلة الصبح ادي أمك 300 400 جنيه، قولي لها هاتي مسحوق غسيل. لا يا بابا كتر ألف خيرك، أنا معايا فلوس ومستورة الحمد لله. يا بنتي يا هبلة، أنا أبوكي، وإن ما كنتيش تاخدي مني هتاخدي من مين؟ امسكي بس، أحسن رحاب لو شافتني بديكي فلوس هترمينا أنا وإنتي من البلكونة. ربنا يخليك ليا يا بابا، ولا يحرمنيش منك أبدا. بعد إذنك بقى، أنا سامعة ماما بتزعق للبنات، هروح أطمن عليهم وأشوفهم في أوضتهم. روحي يا حبيبتي، ربنا يديك الصحة يا رب وأقدرك على أمك. الأم كانت عمالة تزعق للبنات وقفلت عليهم وطفت النور. طبعا نور كانت متضايقة جدا لأن بناتها بيخافوا يناموا في الضلمة. فتحت باب الأوضة وفتحت النور وشافت منظر معمول في بناتها ما كانتش تتخيل أبدا إنها تشوفه. يا ترى المطلقة هتلاقي حد يحن عليها والمجتمع يرحمها، ولا هتعيش في عذاب ما بين أمها وما بين المجتمع؟ وعلشان كده هستأذنكم دلوقتي وأقول لكم استنوني نكمل الحكاية.